اهلا بيكم. حاجه بتحصل مع بايكرز كتير جدا وهم سايقين وللاسف بيتخضوا، او مثلا شفت ليها فيديوهات كتير جدا. بتبص تلاقي مره واحده كده، او يعني مره واحده والبايك ماشي، بس تلاقي في حاجه اسمها ايه، وابل ديث او تانك سليب او راسة الموت او رعشه الجدون. اسامي كتير جدا، بس في موقف بيخض. لو انت على البايك فعلا وحصل معاك الموقف ده، انت بتتخض. هو ايه اللي بيحصل دوت؟ طبعا دي مشكله كبيره جدا لو انت ما قدرتش تسيطر على البايك بتاعك، لان لا قدر الله هتلحس الاسفلت. طيب ايه هو الوابل ديث؟ ايه هو التانك سليب؟ او ايه هي رعشه الموت او رأسة الموت؟ دي وانت ماشي بتبص تلاقي مره واحده الجدون بيغربل. طيب ايه اسباب الموضوع دوت؟ الموضوع ده مدوخ ناس كتير جدا، هو له كذا سبب. بس انت عشان توصل للمشكله اللي عندك، لان كل واحد بيختلف المشكله من عنده للاخر، يعني كل واحد او كل موتوسيكل في مشكله ممكن هي اللي توصله لده، بس مش لازم يبقى كل المشاكل هي حاجه واحده. بس بنبدا نمشي فيها بسيستم معين او بترتيب معين. ايه هو الترتيب المعين اللي انا ممكن اشوف بيه او اعرف بيه انا مشكلتي فين؟ اول حاجه بنبدا بالحاجه اللي لامسه الارض. اول حاجه بنبدا بيها تشيك الكاوتش. هل الكاوتش بتاعك كويس؟ هل الكاوتش سليم؟ هل انت مرصرصه؟ طيب انا ضغط الكاوتش كويس، الكاوتش جديد، او الكاوتش حالته كويسه، ما فيهوش عالي وواطي، ما فيهوش اي حاجه. طيب هل الطريق اللي انا ماشي عليه، هل الطريق كويس؟ يعني الطريق نفسه ما فيهوش تعرجات ان هي تخلي الهاند بار يلعب معايا. تمام، دي حاجه اساسيه ممكن اعرفها. ما ممكن يلعب معايا بسبب الارض وانا الكاوتش عندي والموتوسيكل سليم. فانا لازم ابقى متاكد ان الارض اللي انا ماشي عليها كويس، وبعد كده ضغط الكاوتش، وبعد كده حاله الكاوتش. طيب انا دلوقتي الطريق كويس، حاله الكاوتش كويسه، ضغط الكاوتش كويس، ابدا ابص على اطلع لفوق. اطلع لفوق بايه؟ رمان البلي بتاع الكاوتش. تمام، رمان البلي بتاع الرينج نفسه بتاع الجونت. تمام، ده له تشيك ان انا برفع البايك من على الارض وامسك الكاوتش واوديه يمين وشمال. لو في بوش هبدا ان انا اشوف رمان البلي بتاع العجله. طيب رمان البلي سليم، ابدا اطلع على اكتر. هل المساعدين عندي سليمه؟ يعني ايه المساعدين عندي سليمه؟ ما عنديش تسريب زيت، المساعد مش خفيف، ضغط الزيت فيه مظبوط. لان ناس كتير جدا للاسف ما بتظبطش ضغط الزيت وهي بتغير ال سي المساعدين، بيبقى المساعد مهرب زيت وهي مش واخده بالها، مع ان ده خطر جدا لانه بينزل على طنبوره الفرامل، بيقلل لك الفرامل اللي قدام. تمام. طيب انا دلوقتي طلعت وبصيت المساعدين عندي سليمه، هبدا اطلع على اكتر. ايه الاكتر؟ عندي الزور. عندي الزور، البلي الزور نفسه. تمام، ده اللي هو الستيرنج بتاعي، بيبقى بلي الزور بتاعه بايظ، فبيبدا يعمل بوش كوك لقدام وورا. دي ليها تشيك برضو، ان انا برفع البايك ببدا امسك من المساعدين واشد وارجع، اشد وارجع بالراحه. لو في بوش معايا بيروح وبيجي، حاجه من الاثنين، يا اما بيبقى محتاج يتقرط عليه وده عادي ده موجود، يا اما بيبقى باظ ومحتاج يتغير من التقادم بقى والمطبات والمشي والكلام ده كله. طيب بعيدا عن دول، انا طلعت لقيت دول كلهم الدنيا سليمه، ولا واحد من دول اللي عامل لي المشكله. تمام. طيب هل انا مركب ورا صعد باك بقى جديد، مركب شنط جناب ومركب شنطه ورا؟ هل انا مركب حاطط احمال ورايا على البايك؟ ما انا لو مركب حمل ورا هتلاقي الموتوسيكل بتاعي مرفوع، فهيبدا البايك يلعب. تمام. طيب لازم اتشيك واحده واحده، امشي زي ما بيقولوا كده، بمشي 1 2 3، امشي بترتيب من اول الارض لحد فوق. طب انا قدام كله سليم، ابدا ابص ورا. ممكن ورا الفرده ما تبقاش كويسه تعمل لي قدام وابل، طبعا تقدر تعمل لك كده. تمام، ففي حاجات لازم نراعيها عشان نتفادى ده. طيب ايه تاني ممكن يعمل كده؟ الويلنج، الرفع. بيرفع وبيجي ينزل على الارض وما ينزلش صح. تمام، ما بينزلش صح، هيلعب معايا، هيعمل الوابل ديس، هيعمل المشكله دي. زويده البنزين مره واحده ممكن تعمل البرجله لو انا مش ظابط البايك بتاعي، لان البايك بتاعي مايل سنه وزودت بنزين مره واحده، البايك هيلعب بيا ده اكيد. تمام. طيب لو حصلت المشكله دي بقى اعمل ايه؟ يعني انا دلوقتي ماشي على الطريق وحصل معايا المشكله دي، اعمل ايه؟ اول حاجه لازم اعملها ما تخضش. ضروري جدا ان انت تحاول تمسك اعصابك قدر امكانك، لان طبعا المفاجاه بيبقى لها عنصر كبير. طيب انا دلوقتي اول حاجه لازم اعملها، لازم امسك البايك بتاعي كويس، لازم امسك الهاندل بار كويس، بس ما اشفش ايدي على الهاندل بار. تمام، لان لو نشفت على الهاندل بار هيحصل مشكله وممكن يحصل اصابه. فانا بمسك الهاندل بار كويس بس ايدي مرنه. ببدا انزل بالجراب مش مره واحده، يعني مش مره واحده اسيب الجراب، ما اسيبش البنزين مره واحده، لازم انزل بيه بالراحه، ما ادوسش فرامل ولا ورا ولا قدام. ابدا اميل بجسمي لقدام، يعني انا قاعد همسك الهاندل بار كويس،
انزل بالجريب بالراحه، اميل بجسمي لقدام وامسك برجلي في التانك. ابدا ان انا زي ما اكون حاضن البايك بتاعي لحد ما ابدا ان البايك يهدى، وانزل واحده واحده بالسرعه، وابدا اركن على جنب وابدا اشوف مشكلتي فين. تمام. الموضوع يستاهل ان انت تركز معاه، ويستاهل ان انت تتعامل معاه بهدوء، ولازم تبقى مؤهل نفسك نفسيا لاي اكشن انت كبايكر او كرايدر او كحد بيحب يسوق موتوسيكلات. لازم تبقى بتحاول تتحكم في اعصابك، وتحاول تتحكم في مشكلتك. تمام. المشكله لما تظهر لازم تمشي معاها بستبس، يعني مش اول ما يظهر معاك تروح تغير بليه الزور، هتكلفه كبيره جدا، والكاوتش هو المشكله، انت ما حلتهاش. غيرت الكاوتش وغيرت بليه الزور والرمان البلي بتاع الجنط هو المشكله، انت ما حلتهاش. لازم تمشي زي ما بيقولوا كده، زي ما الدكتور بيعمل، يقول لك اعمل التحاليل، اعمل الاشاعات، بعد كده نشخص الموضوع، ناخد الدواء. لازم تمشي بالستبس دي بالراحه. الاسباب اللي احنا شرحناها هي دي كل الاسباب اللي ممكن تعمل لك الموضوع ده، بلس الاسباب اللي احنا قلناها، ان ممكن يكون الحمل اللي ورا، لو انا ركبت صاد الباج او ركبت حاجات كتير خلفيه، او لو انا مسافر وحاطط شنطي وحاطط حاجتي، ممكن تاثر معايا في الموضوع ده. ف تشيك الدنيا بالراحه، حل الدنيا، دمتم سالمين، ربنا يستر علينا وعليكم، وربنا يتمها علينا على خير. كل سنه وانتم طيبين، الصيف بدا والطلعات هتكتر، كله ياخد باله، راجعوا البايك كويس قبل ما تطلع، ضغطك، كاوتشك، زيتك، بنزينك، دنيتك، وربنا كريم ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين.